آه، حصيلة الأسبوع ليه مشاكل سيدات وبنات كتير قوي. هما في علاقة يعني ينفع نقول خطوبة عشان تبقى حاجة شيك شوية، أو حاجة لائقة كمان بيكي شويتين تلاتة، ومش مبسوطين. أنا موجود، هو موجود، هو ما مشيش، بس أنا مش مبسوطة. طيب نعمل ايه؟ نقول ايه؟ يحصل ايه؟ انا دلوقتي في علاقة مع انسان وانا مش مبسوطة، ومش مبسوطة ان هو يمشي، ومش مبسوطة ان هو قاعد، او مش مبسوطة، أو مش هقدر نسيب بعض، او مش هينفع نسيب بعض، او احنا مش مبسوطين، وفي نفس الوقت انا مش مبسوطة بوجوده او مش مبسوطة بوجودي معاه. حضرتك لازم تركزي جدا 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 في الكلمتين دول. لو حضرتك في علاقة وحضرتك مش مبسوطة، طبعا في حاجه بيسموها الحاجات الكومن، اللي هي الحاجات الشائعه، الحاجات الطبيعيه، انه كذاب، انه بيمد ايده، انه مش عارفه ايه، انه الحاجات دي كلها بتبقى حاجات طبيعيه جدا. لكن في اسباب اخرى لازم انت تفكري فيها، وانا هقولها لك بصوت عالي، وده العلم. اول حاجه هي توقعات ثم توقعات ثم توقعات. حضرتك يا حبيبتي بتتوقعي حاجات قد كده، وهو لا يعلم عنها اي شيء، لان مخ الراجل غير مخ حضرتك. فحضرتك بتتوقعي ان هو لما يبقى قاعد في شغله هيبعت لك رساله يقول لك تين وحشتيني. ده توقعاتك انت، ده مش هو يا حبيبتي. فتعملي ايه؟ تفضلي بقى تكتمي في نفسك. طب ايه الحل عشان ما نبقاش بس بنقول؟ تقولي انا عايزاك تهتم بيا اكتر، عايزاك تراسلني اكتر، عايزاك تحبني اكتر، انا عايزه اتحبب بالشكل الفلاني. 2، كل طرف بيبقى عايز النسخه الشخص الاخر النسخه التانيه منه، ودي حاجه عمرها ما بتحصلش. احنا بنتقابل ميد واي، في نص الطريق، فتجيبي حته من اليمين على حته من الشمال، تعملوا كومبو وتكملوا بيها الطريق. فحضرتك الشخص اللي معاكي انت ممكن ما تبقاش سعيده معاه، لان انت عايزاه زيك بالظبط، تيبيكال، ومفيش حد شبه حد. ولو هو شبهك قوي هتزهقي وتملي، لانه الحاجات السبايسي دي بتبقى ساعات حلوه. 3، الخوف من الفشل. انا شايفه ان انا في علاقه مع شاب هو مش هيتجوزني، او انا هسيبه، او هيطلع كذاب في الاخر، او ان هي هتبقى دراماتيك جدا، دراميه جدا، او انه اكيد هيمد ايده عليا، اكيد هيحصل مش عارفه ايه. الخوف من الفشل في كل ما هو متوقع فاللي حضرتك هتتنبئي بيه هيحصل. فحضرتك بتدي نفسك طاقات سلبيه طول الوقت، انا هفشل، مش هينفع مش هينفع مش هينفع، فمش هينفع، فما بتبقيش سعيده. طيب طالما انت على ارض مرتكزه، او الى حد ما انت مرتاحه، طب ما تجربي البوزيتيف سايد، او ال الحاجات الايجابيه، او الطرف الايجابي، او الجانب الايجابي في الموضوع. اللي بعده، من اكتر الاسباب اللي بتخلي البنات مش مبسوطه في اي علاقه ان هي بتيجي على نفسها. ده العكس بقى، تيجي على نفسها وبتعدي حاجات ما ينفعش ان هي تتعدى. يعني مثلا هنقول انه لو هو يا ست الكل دلوقتي مثلا بيقول الفاظ مش كويسه، خلاص هو بيقول الفاظ مش كويسه، مش لازم ليكي، هو بيتكلم، في ناس كده وهي بتتكلم تتلفظ في وسط الكلام الفاظ مش كويسه، وانت ما بتحبيش ده. حضرتك بتعملي ايه عشان حضرتك بتحبيه؟ فبتعدي. لما بتعدي يحصل ايه؟ ينقلب عليكي الى تعاسه. ليه؟ لانك مش بلعه. ليه؟ لانك مش حابه. ليه؟ لانك مش جايه على هواكي. من كتر بقى يا حبيبتي ما بتعدي تعدي 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 تعدي، هتهدي تهدي تهدي تهدي، تمام؟ فهتبقي تعيسه. اللي بعده، مقارنه ما بينك طول الوقت وما بين الناس. انت شايفه انه خطيبك ما جابلكيش شبكه زي ما بنت عمتك جالها الشبكه. صاحبتك لما جه محسن يتجوزها جاب لها 3 قراريط خاتم قد كده اهو، واسال طنط كوثر، وجاب لها عربيه ولا غير لها العربيه، وانا يا اختي حالي المنيل وانا جوعت في واحد. انت لازم تعرفي ان مفيش حد كامل. فاللي جاب لها 3 قريط ده ممكن يكون بيمسيها بعلقه او يصبحها بعلقه، مش شرط. ممكن يكون انسان هادي ومحترم لكن ساكت، مفيش كوميونيكيشن، مفيش تواصل، فيكبتها ما بينكدش، دمه تقيل، بخيل بعد الجواز ودي كانت فرشه. انت ما تعرفيش.
فما تقارنيش نفسك بغيرك، لانه كل واحد فينا عنده 24 قيراط، تتقلبي يمين تقعدي شمال، هم ال 24 قيراط يدهم لك بقى فين؟ عنده. وبدل ما تقارني نفسك وتعيشي تعيسه، ادعي يا رب ارزق جوزي زي ما رزقت محسن وجاب لي هوايدا ال3 قراريط يا رب. سهله. اللي بعده تدخل اللي حواليكم في علاقتكم. اول لما تضربي الخناقه تقومي رافعه عليها سماعه التليفون صاحبتك خبيره العلاقات بتاعه الشله، رضوى الشربيني بتاعه الشله، تقولي لها اه يا مروه انا شاكه في محمد. ليه؟ لا شاكه فيه، ما بيردش عليا، واونلاين في نفس الوقت على الفيسبوك. تفتكري ايه؟ هتقول لك طب تعالي بقى ندخل عنده على الفيسبوك نشوف الاكس بتاعته عملت له تعليق اخر مره امتى. تعالي يا عيني بالصدفه عامله له لايك مثلا او حاجه على بوست، شفتي؟ يبقى عشان كده ما بيردش عليكي. وتفضل تسخن فيكي تسخن فيكي تسخن فيكي وانت تعيشي تعيسه. او ماما جت هنيله، شفتي مش عارفه مين عمل لي مش عارفه مين ايه، انا كان نفسي بنتي تقعد في شقه 3 مطارح والريسبشن يجري فيه الخيل، فتبقى انت مش طايقه نفسك. الله، طب ما انا ليه صحيح ما اقعدش في حته فيها الخيل؟ لكن لو انت هديتي وفكرتي ان الشخص اللي معاكي ده شخص صالح محترم بيصلي، ما بيعملش حاجات تغضب ربنا، على فكره دي ميزات هي اللي تنفع للجواز، مش الفلوس هي اللي تنفع للجواز. الفلوس تقدري تشتري بيها حاجات تحسسك ان انت مستمتعه، لكن السعاده في ان انت تعيشي مع راجل محترم. اللي بعده التحكم الزايد والعند. هو ما بيسألش عليا، طب والله العظيم ما انا مكلماه، يوم هو لا ده انا راجل وسيد الرجاله، هي مين دي اللي هتمشيني؟ يوم اللفه دي هتخليكي شخص تعيس. واخيرا ان لغه الحوار اللي ما بينك وما بين اللي قدامك او اللي معاكي او اللي انت بتتكلمي معاه، يا تبقى مش موجوده يا تبقى بتنحصر في هنجيب شقه فين، الفرح هيبقى بكام، هتجيب لي شبكه كام، مامتك مضايقاني، وتبتدي تقصقصي كل انواع الروابط اللي المفروض تبقى ما بين 2 بني ادمين بيحبوا بعض وهيتجوزوا. ودي غلطه عظيمه قوي كمان المتجوزين بيقعوا فيها للاسف الشديد، انه بنقعد نتكلم على العيال طول الوقت ومصاريف البيت. بحبك وبحبني دي مهمه، اطبطب عليك وتطبطب عليا دي مهمه، اخلق لغه حوار اساله على اصحابه دي مهمه، بنت خالتك اللي عملت حادثه اخبارها ايه دي مهمه. ما بقولكيش ان اللي انت بتعمليه ده مش مهم، لا مهم، بس في جنبه عالم موازي اسمه لغه الحوار المشتركه ما بينك وما بين الشخص اللي قدامك عشان الحياه تمشي وتستمر. لكن لو هفضل بس مركزه على موضوع واحد هو بقى كل حياتي ودنيتي، هيزهق وانت كمان هتزهقي.